طبعا مش هنتكلم انه الارث الديمقراطي ده لازم كل مواطن حر وطني شريف لابد ان يخرج للادلاء بصوته. احنا بنشوف المخاطر اللي بتحيط بمصر سواء من الشرق من الغرب من الجنوب من الشمال. الهدف الرئيسي مصر، ولكن الحمد لله مصر طبعا خاضت حروب كثيرة للدفاع عن القضية الفلسطينية منذ 48 و56 و67 و73، والحرب الأخيرة اللي قعدت أكثر من 10 سنوات الحرب على الإرهاب، ولكن بتماسك الجبهة الداخلية أثبتت أنه وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وأبدا يؤكد أنه مادام الجبهة الداخلية متماسكة أنا مش خايف على مصر وهعبر بيكو إلى أقصى درجة من التنمية والتعمير. احنا الدولة 10 سنوات كانت بتحارب الحرب على الإرهاب اللي كان معظم محافظات الجمهورية ما كانتش شعر بالحرب على الإرهاب. احنا في سينا كان الواحد لما بيطلع من بيته اقسم بالله بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انا كان ممكن ما يرجعش على بيته، تفجير لغم، اي حاجة ممكن تحصل في ظل ارهاب كان موجود اسود لعين. ولكن الفضل لله اولا ولقواتنا المسلحة والشرطة المصرية وابناء سيناء وابناء الوطن حقيقة الشرفاء وخلفهم قيادة عظيمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصرنا على الإرهاب. أنا بأكد ليكم أنه لأول مرة كان في ظل حكم مبارك يمكن كان سنة 2010 كان في قرى في محافظة شمال سيناء الأمن المصري ما كانش بيقدر يدخل ليها، لكن لأول مرة أصبح كل شبر في سيناء آمن، كل شبر في سيناء الأمن بيدخلوا في ظل أمن وأمان. عايزين نجعل يوم 4 و5 عرس ديمقراطي لخروج الناخبين للإدلاء بصوتهم، ده التفاف وطني من كل أبناء الشعب المصري لنرسل رسالة للعالم إنه مصر آمنة، مصر خلف القيادة السياسية، مصر خلف قواتها المسلحة والشرطة المصرية، مصر بأبنائها المخلصين خلف هذا الوطن. هذا الوطن ما أروعه، هذا الوطن ما أعظمه، لابد أن نسلمه قويا متعافيا كما تسلمناه من آبائنا نسلمه لأبنائنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لسيادة النائب فايز أبو حرب. والآن الكلمة للنائب إبراهيم رفيع، فليتفضل. أحمدك ربي وأستعين بك وأصلي وأسلم على خير خلقك وحبيبك النبي المصطفى والحبيب المجتبى. حي الله تلك الوجوه التي حضرت اليوم في لقاء سوف نتحدث فيه بموضوعية شديدة تلامس أرضا وتحترم عقلا. قد يسأل الناس ما هو حزب الجبهة، وهل حزب الجبهة سيضيف جديدا في المرحلة القادمة إذا كان في مصر أكثر من 110 حزبا؟ فهل هو يصبح رقما معدودا محدود التأثير، أم يصبح رقما لا يجمع مع الآخرين فيظلم، أو رقما يطرح من تلك الأحزاب فيميز؟ ولذلك كان حزب الجبهة حزبا ولد عملاق بقيادات وطنية صاحبة خبرات تراكمية، منهم الوزراء والمحافظين والنواب الحاليين والسابقين، أمسكوا بكل الأمانات. كان من الممكن هؤلاء الوزراء والمحافظين أن يجلسوا مع أحفادهم، لكن كان نداء الوطن أن هناك حزبا جديدا يضم كفاءات وطنية
هذه الكفاءات عندما تكون في تلك الأمانات سوف يكون دراسات ومشروعات قوانين في كل مناحي الحياة، في الصناعة، في الزراعة، في غيرها، تخرج إلى نوابه الذين يترجمون ذلك إلى مشروعات قوانين أو طلبات الإحاطة أو أسئلة وغير ذلك، مما يعود على المواطن المصري بالنفع. لأنه في الفترة الأخيرة انصرف كثير من الناس عن العمل السياسي، لأن لم يعد أحداً يسمع أحد. التقنين، التمليك، البناء، كل شيء متوقف، يحتاج إلى حزباً جديداً من خلال تكتل بكافة الكفاءات الوطنية لكي يضيف إلى العمل الوطني في المرحلة القادمة. العمل الحزبي ليس اختراعاً، لكنه حتى آباؤنا وأجدادنا منذ عام في نهاية القرن ال19 عرفت الأحزاب في مصر، لأن الأحزاب هي العمل الجماعي المنظم. الأحزاب هي تكتل، والديمقراطية دائما تأتي بتلك التكتلات من خلال دراسات ومشروعات قوانين وغيرها سوف يحس بها المواطن في المرحلة القادمة. القائمة الوطنية تضم واحد من أبناء محافظة الشرقية، الأستاذ جلال القدري. لماذا الأستاذ جلال القدري؟ لأن الأستاذ جلال القدري كان عضواً في المجالس المحلية في محافظة الشرقية، والمجالس المحلية هي المدرسة التي تخرج تلك القيادات. فكان اختيار الأستاذ جلال القدري لأنه رجل يعرف الناس، يعرف آمالهم وآلامهم، فكان وجوده في القائمة الوطنية إضافة إلى العمل السياسي المصري. رجل تعلم في المجالس المحلية كيف يكون السؤال وطلب الإحاطة وطلبات المناقشة وغيرها. رجل من أول من يستلم الطريق سوف يسير إلى صالح الناس. أيضا من ضمن القائمة الوطنية النائب فايز أبو حرب، رجل له تاريخ وطني، وجهة مشرفة إلى سيناء وسفيرها، رجل يشارك الناس في كل المحافظات في الشرقية وغيرها أفراحهم وأحزانهم، قيادة واعية وطنية. يعتبر هو من ضمن الذين كانوا من القائمة الماضية في مجلس الشيوخ، أبلى بلاء حسنا في الدورة القادمة، فكان اختيار الناس في محله لم يبدأ من فراغ، لكن من خلال المجالس المحلية ثم عملا حزبيا ثم عملا نيابيا من مجلس النواب في عام 2000 حتى انتهاء بمجلس الشيوخ، له تاريخ عظيم. ولذلك تلك القائمة من اختيار حزب الجبهة الوطنية كان التدقيق في عملية الاختيار أن يكون له الخبرات التراكمية سوف تنعكس على العمل خلال الفترة القادمة. أشكر كل من حضر، عميد النواب النائب أحمد أباظة، معالي الوكيل النائب المحترم الأستاذ سليمان وهدان، وكل من حضر هذا اللقاء. وأقول لكم أن مشاركتكم يوم الانتخاب إنما هي نداء وطني. وأقول لكم أن بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت، هذا الرجل عندما استثمر في الهند فسألوه لما تستثمر في الهند؟ قال بلد مستقر سياسيا، لأنه شاهد 400 مليون ناخب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع. أقول للمصريين كلهم وأهل الشرقية أهل الأصالة والكرم أن مصر تنتظركم في اليوم الرابع والخامس لكي نعطي رسالة للعالم أن هذا البلد مستقر سياسيا. ونجد الحروب التي تحدث عنها السادة النواب التي تخوضها مصر والمؤامرات التي تحاك بها من كل حدب وصوب تحتاج إلى كل مصري، كل مصرية، كل رجل وطني أن يقدم صوته في صناديق الاقتراع، لا للقائمة الوطنية فحسب ولكن لوطن نعيش فيه ويعيش فينا. وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله. تحية وتقدير لسيادة النائب إبراهيم رفيع. والآن الكلمة مع ابن الحسينية